يسعد مساكم متابعينا الأعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا أو عم تشاهدونا. مساء الخير لكم. برنامج صحتك بالدنيا، حلقة جديدة وضيف جديد وموضوع جديد. موضوعنا لليوم هو أكيد مهم كتير لصحتكم. برنامج صحتك بالدنيا من إعداد وتقديم عماد خلف. ضيفنا بهالحلقة هو الدكتور خير الدين حسين، اختصاصي بأمراض جهاز الهضم والأمراض الداخلية. نحن وانتو رح نرحب بالدكتور ونفوت على موضوعنا. مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ عماد. أهلا وسهلا فيك دكتور ببرنامج صحتك بالدنيا. متابعينا للي حدا عنده سؤال أو حابب يسأل على الأرقام التالية 429-101 هو رقمنا الأرضي. أيضا عبر الواتساب 093-82-80-81-4 أو فيكن عبر البث المباشر يلي خارج البلد حتى فيكن تسألوا بوير عربي عبر كومنت، فيكم تكتبوا السؤال. رح نخصص تنويه، طبعا رح نخصص 5 دقائق الوقت الأخير من الحلقة للإجابة على الأسئلة مشان تسلسل الحلقة. أيضا متابعينا طبعا موضوعنا لليوم هي الجرثومة الملوية البوابية. رح نضطر أيضا عن موضوع القرحة الهضمية طبعا حتى نتعرف على هالجرثومة وهل الأعراض اللي عم أو سبب تسمية القرحة الهضمية شو هي يا ترى، شو الأعراض، شو الأسباب، كيف بيتم تشخيص، كيف بيتم معالجتها. العديد من الأسئلة رح نطرحها عند الدكتور خير الدين، ورح نعرف دكتور بداية هي يا ترى شو هي جرثومة الهاليوباكتر أو الجرثومة الملوية البوابية. مساء الخير لكل المشاهدين الأعزاء والذين مثل ما يقولوا يشاهدونا أو يستمعوا لإذاعتكم، وشكرا لكل كادر بوير. الحقيقة القرحة الهضمية عبارة عن شرخ أو تمزق في مخاطية المعدة وما تحت المخاطية. أشيع مكان لتوضع القرحة هي الحقيقة هي المعدة والأثنى عشر، وممكن القسم العلوي أيضا، وممكن القسم الأخير من الأمعاء الدقيقة. الحقيقة هناك سببين رئيسيين للقرحة الهضمية اللي هن أول شيء مضادات الالتهاب الغير ستيروئيدية، السبب الأول. السبب الثاني أو يمكن حتى نعتبره هلا حاليا السبب الأول الحقيقة هو الهيليكوباكتر بايلوري أو الجرثومة الملوية البوابية. نعم. الجرثومة هي عبارة عن جرثومة تنتقل عن طريق الماء والطعام الملوث، وأيضا تنتقل فيما بعد عندما يكتسب الإنسان هذه الجرثومة من إنسان إلى إنسان آخر. هذه الجرثومة الحقيقة تفضل العيش في مخاطية المعدة. نعم، في مخاطية المعدة. والحقيقة عادة هي قد يتساءل شخص أو سائل بمعنى لماذا حموضة المعدة غير قادرة مثلا على قتل هذه الجرثومة؟ لأننا عم نبتلع يوميا مئات الجراثيم. صح. الحقيقة هالجرثومة لها أهداب بنسميها، زائد في عندها شيء بنسميها خميرة اليورياز. هالخميرة أنزيم هالجرثومة هذه تفرزها فتعمل في المعدة وسط قلوي تحميها من حموضة المعدة. هي حماية ذاتية. هالخميرة هاي اللي تفرزها بتعمل الوسط القلوي الذي يخليها يعيش في هذا الوسط البيئي المناسب. والحقيقة هالجرثومة مو مثل بقية الجراثيم الأخرى التي تصيب، هي تعيش على مخاطية أي تلتصق بواسطة أهدابها. الأهداب هي مثل أشعار اللي بنسميها مثل أرجل تقريبا، هي مو أرجل ولكن نسميها أهداب. عن طريق هذه تلتصق عن طريق مستقبلات موجودة في على خلايا الغشاء المخاطي المعدة، فتلتصق فيها وتعمل فيما بعد الأذية الناجمة عنها. تماما. إذن هاي كانت كتعريف لهالجرثومة للقرحة ولهالجرثومة بالضبط. طبعا زميلتنا بالكنترول هلا رح تنشر صور لهالجرثومة عبر البث المباشر أكيد. دكتور هلا عرفنا هالجرثومة، يا ترى شو هي الأعراض اللي بتظهر على المريض، سواء المريض بيحس على حاله أو أنتم كأطباء الأمور السريرية اللي عم تبين على المريض؟ هلا هاي الجرثومة كمتلازمات اللي ممكن تساويها يعني خلينا نقول بتساوي لي 3 شغلات مهمة كتير. نعم. بتساوي لي التهاب معدة، وبتساوي لي قرحة هضمية سواء كانت معدية أو 12. 3 إن شاء الله ما يصيب أي شخص من الأشخاص، وإن شاء الله هيك نقدر ما نحافظ على مرضانينا. السبب الثالث والخطير والمهم هو
سرطانات المعدة والتي بتخوفنا كتير. هاي بالدرجات ربما طبعا في الالتهابات المزمنة، في المهملة غير مشخصة تماما، أو في المراحل سنوات خلينا نقول لحتى تعمل لها الشغلات، لأنه تعمل حقول نسميه نحن انقلاب في المخاطية. بتعمل فيما بعد بتصير مخاطية مؤهبة للتنشؤ، يعني مؤهبة للسرطان ما قبل، حالة ما قبل سرطانية، ومن ثم بعد تتحول بعد سنوات إلى حالة سرطانية. الحقيقة مثل ما قلت إنه هاي 3 متلازمات تساويها، ولكن بغض النظر طبعا خلينا نحكي شوي عن شيوع هالجرثومة. هاي الحقيقة هالجرثومة هي شائعة في على الكرة الأرضية كلها. نعم. ولكن يختلف انتشارها وتوزعها برقم واحد بالمستوى الاقتصادي والمعيشي، يعني الحالة الاجتماعية والاقتصادية. بمعنى في البلدان العالم الثالث اللي هو بلدنا منه، بلدنا سوريا، الحقيقة نسبة الانتشار عالية فيها بسبب سوء العناية، بسبب نقص الوعي الصحي، بسبب عدم وجود رقابة حقيقية بالنسبة للخضروات وبالنسبة للمياه. فنسبة الانتشار تصل بين 80 إلى 90%، على عكس البلدان المتطورة التي لا يتجاوز فيها بنسبة إلى 10 إلى 20%. قد توصل في بعض البلدان 50%، ولكن في البلدان المتطورة جدا لا تصل فيها نسبة الانتشار إلى أكثر من 10 إلى 20%. طبعا هي جرثومة شيوعها، ولكن ليس كل شخص لقينا لا أو شخصنا أو عملنا له تحليل شخص بأنه عندك جرثومة فهذا الشخص بده علاج. تماما. ليس كل من حمل هذه الجرثومة فهو استطباب أو في داعي للعلاج. صح. إنما عندنا هناك حالات استطبابات مطلقة، هناك استطبابات نسبية لا داعي لذكرها الحقيقة الآن، لأنه هي عبارة عن بمعنى هي تابعة للطبيب. ولكن أحب أن أوضح هذه الفكرة. رقم واحد، الحقيقة أنا الموضوع اختيارنا له كان لسبب توضيح عدة حقائق. الحقيقة الأولى خلينا نقول واحد ليس كل من يحمل هذه الجرثومة فهو بده علاج. تماما. نقطة انتهى. هاي الحقيقة الأولى. فإذا قلنا إنه هالجرثومة هاي عبارة عن تعيش على مخاطية المعدة وتعمل لها الوسط القلوي اللي هي عم تعيش فيه الحقيقة. طيب قد يتساءل سائل أو أحد حتى طبيب ممكن، يا دكتور أنت عم تقول هالجرثومة تساوي لك قرحة 12، أنت عم تقول هي تعيش بالمعدة. الحقيقة في نظريتين اللي هن اثنيناتهم لها. النظرية الأولى بأحد الآليات إنه يصير عندي تثبيط للهرمونات المثبطة لأحد بابتدات المعدة. فعندما يصير تثبيط هالجرثومة بأحد الآليات تثبط تثبيط إفراز هرمون معين. فنحن هون لما نحن نعمل تثبيط صار عندي تحريض، هل الهرمون هذا أدى إلى إفراز حموضة المعدة، وبالتالي حموضة المعدة تعملي العالية تعمل لي قرحة 12. أحد الآليات. الآلية المريض عم يعاني من حرقة على المعدة قولا واحدا. الآلية الثانية اللي هي مهمة كتير كتير كتير، مخاطية المعدة ليست تشبه مخاطية ال12 الحقيقة، تختلف عنها تماما. ولكن بيصير عندي حقول معدي، بمعنى نشوف جزء من مخاطية المعدة موجودة في ال12 بأحد الآليات. لما تصبح هذه المخاطية ملائمة ومشابهة لهذه المخاطية، لما الجرثومة عم تنزل لي من المعدة، ممكن في بعض منها تنزل طبعا بتعمل لي القرحة، تعيش كما تعيش في المعدة فهي تعيش في المخاطية ال12 وتعمل لي القرحة ال12 الحقيقة. دكتور عم نذكر المعدة وال12 للمستمعين أيضا للي عم يتابعونا عبر البث المباشر. طبعا زميلتنا مشكورة عم طالع صور للمعدة وال12 لحتى نوضح لهم أنه جزء المعدة أين هو وال12 أين بيقع. تمام. المعدة نقسمها نحن أول شيء نحن علميا نقول له الفؤاد. الفؤاد يعني هو يعني فم المعدة. فم المعدة العامية تختلف عنا شوي. فم المعدة فهي اسمها الفؤاد. ومن ثم يأتي عندي المعدة اللي كنا نحن مثل ما كنا بالفصل الابتدائي وصغار يقولنا مثل حرف ال لما يكون إنسان واقف. تماما. ففوهة المعدة فؤاد. بعدين يجي عندي القاع اللي هو مثل قبة. قاع المعدة الجزء الواسع. ومن ثم يأتي لدي الغار. الغار عبارة عن مسافة أفقية تمتد. نعم هي أفقية فتصل بين القاع وبين البواب. تماما. فهون اسمه الغار. الجرثومة الهيليكوباكتر بايلوري كثيرا تصيب الحقيقة هي منطقة القاع وغار المعدة. تماما. قاع وغار المعدة. فنحن لما بدنا
لما نجي على وسائل التشخيص رح نقول إنه رح ناخذ خزعان من المناطق. ليش؟ لأنه هي الحقيقة تحب وتعشق هذه المناطق من المعدة وتعمل أذية في هذه المناطق يعني. بعدين بيجي عندي منطقة الغار يضيق، يجي عندي البواب. هلا هو البواب لكن هو مخرج الطعام من المعدة تماما. هذا هو البواب. هون انتهت المعدة تماما. نجي على الاثني عشري الحقيقة 4 أقسام: القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع. الاثني عشري القسم الأول اللي هو البصلة نسميها البصلة الاثني عشري القسم الأول. بعدين القسم الثاني اللي هو ينتصب عليه القناة الصفراوية القناة الجامعة. ومن ثم القطعة الثالثة والقطعة الرابعة التي تنتهي ويفصل بينها وبين الأمعاء الدقيقة رباط ترايتز. فهون هي 4 الأقسام تبعت الاثني عشري. بينما من البواب إلى الفؤاد هي المعدة، من الفؤاد فوق إلى البواب هي المعدة تماما. أيضا للتوضيح أنه هي سميت باثني عشري، طبعا السبب راح يذكرها الدكتور خير الدين، لأنه قياسها هي اثني عشري إصبع بجنب بعض ملصقين أو 12 بوصة أو 12 إصبع الحقيقة. لهالسبب هذا تسمى 12. طيب دكتور، حضرتكم ذكرتوا العديد من الأسباب ضمن حديثكم، ضمن بعض الأسباب المسببات لهالجرثومة، ويا ترى شو هي المسببات والعوامل الخطر أو عوامل الخطر اللي عم تشكل هالجرثومة على المعدة أو الاثني عشري؟ الحقيقة مثل ما قلت رقم 1 هو المستوى الاجتماعي والاقتصادي المتدني، أماكن الازدحام. الحقيقة عندي عدم الاهتمام بالنظافة، نظافة الخضار والفواكه. يعني رقم 1 تجي عندي الوضع الاجتماعي والاقتصادي متدهور. 2 أماكن الازدحام لأنها تنتقل من شخص لشخص الحقيقة. أشخاص المثبطين مناعيا ممكن ينتقل عندهم الجرثومة تزيد عندهم أكثر الحقيقة. هاي العوامل التي ممكن تساعدنا. مريض عم يأخذ مضادات التهاب غير ستيروئيدية اللي هي مثل ديكلون وبروفين وإلى آخره. مريض يأخذ المثبطات المناعة. مريض عنده ضعف في مخاطية بعض الأمراض الجهازية اللي ممكن نسميها نحن ذئبة حمامية جهازية، داء كرون، التهاب كولون داء كرون، ذئبة حمامية جهازية، داء رثياني. هدول بتخلي أمراض مرضى القصور الكلوي اللي يكون عندهم ضعف في مخاطية. فهون هالجرثومة هاي بتاخذ فرصتها أكثر وتعزز من قوتها وفوعتها في إحداث الأذية الالتهابية الحقيقة. تماما. دكتور، هلا عرفنا انه هالجرثومه والمسببات تبعيتها. طيب اكيد انتم كاطباء لكم اساليب للتشخيص وفحوصات معينه لحتى يبين معكم انه في يعني عم تبتوا انه هالجرثومه موجوده بالمعده. مشان ما تفوتني الفكرة الحقيقة انه نسبة تواجد جرثومة هيليكوباكتر بايلوري في قرحات المعدة هي 70%. يعني بمعنى اذا اخذنا 100 شخص عنده قرحة معدة، شخصنا 100 شخص قرحة معدة، نسبة تواجد جرثومة فيها 70%. ف70% من الاشخاص تيكون في عندهم هالجرثومة ايجابي. القرحة الاثني عشرية نسبة اعلى 90%. 100 شخص عنده قرحة اثني عشرية فنسبة تواجد جرثومة فيها 90% عالية أعلى الحقيقة. تماما. فمثل ما قلت حضرتك رح نجي بعد ما توجهنا لبعض الأعراض. المريض بس الحقيقة الأعراض هيك لمحة سريعة ممكن يعمل لي عسر هضم، تخمة، المريض عم يتجشأ كتير، جشاءات، تريعة، ثقل، إشباع مبكر، آلام بطنية، فواق، نقص قمح، نقص شهية، نقص وزن، آلام معدية، جفاف بالفم، تطبل في القسم العلوي من البطن. كل هدول الحقيقة ممكن حتى إقياءات، وارد أيضا مثل إقياء طحال القهوة، حتى ممكن إذا كان عنده قرحة نازفة يعمل لي هاي الحقيقة، أو خروج أسود مثل الزفت إلى آخره، أو لا سمح الله كتلة مجسوسة ممكن إذا عملت لي مشكلة ورمية لا سمح الله في مراحل متقدمة. هالأعراض بصراحة اللي يعني هلا نحن لما يجي مريض لعنا وكيف لنتوجه لهالأعراض هاي الحقيقة. أغلب مرضانا اللي عم يجوا عياداتنا الحقيقة هي بيجونا بعسر هضم الحقيقة. عسر هضم يعني خلينا نقول بالعامية التريعة، جشاءات، ثقل، إشباع مبكر، دكتور معدتي ما عم تصرف منيح، دائما أحس حالي إنه شبعان، تخمة، ما عم جوع يا دكتور، عم باكل وجبة واحدة 24 ساعة. فالحقيقة هون تتوجه تسأله. طبعا في قصة عائلية طبعا عن الأهل، مثلا في قصة قرحة بتفكر بهالجرثومة، في قطع معدة مثلا لا سمح الله إنه حدا من الأهل قاطع معدته، معناته هاي غالبا كان ورم عنده أو كان عنده قرحة مختلطة مثلا.
في مثلا قصة فقر دم بيعوز الحديد مزمن وما عم يتحسن، عم بيروح أطباء الدم وأطباء الداخلية والمريض ما عم يتحسن، عم تعطيه مثلا حديد وما عم يتحسن المريض. فلازم تفكر فيها انه اخي ممكن هالجرثومه تساعد توجهك نحو نعم مريض نقص فيحات يجيك مثلا احيانا فكتير ممكن يجي بفرفوريات يعني بقعه حمراء على الجلد بتساوي لي هالحقيقه هي. فلما نحن نشك بهالجرثومه هاي والاعراض اللي تسببها طبعا والمتلازمات اللي تساويها مثل ما قلت انا باول المحاضره او باول لقاء، هون في عندنا وسائل تشخيص. الحقيقه في وسائل تشخيص غازيه وفي وسائل تشخيص غير غازية. شو معنات الغازية؟ الغازية اللي هي عم بنشخصها مثلا عن طريق التنظير الحقيقة، ووسائل غير غازية يعني عن طريق الدم، عن طريق مثلا اختبار النفس، عن طريق هلا حاليا في تحليل كتير 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 مهم، وأحب أنوه على هذه النقطة كتير كتير يعطيهم العافية المخابر اللي جابوا لنا هالتحليل. هذا الحقيقة هذا التحليل يفيد في الكشف والمتابعة. شو هو دكتور؟ شو معناته الكشف والمتابعة؟ يعني يفيد في التشخيص، بعدين أنت عالجت هالجرثومة لتتأكد إنه جرثومتك أنت شفيت منها. بالإنجليزي نقول eradication يعني بالعربي يقابله اجتثاث، يعني أنت تخلصت من هالجرثومة. فهي تفيد في المتابعة والتشخيص. التشخيص والمتابعة أنت كتير مهم. هذا التحليل بنسميه تحري مستضد الجرثومة في البراز. يتحرون اياها في البراز. حلو. فكتير كتير رائع. قديما ما كان موجود، بالفترة الأخيرة كان موجود في العاصمة في دمشق ولكن كان غير متوفر، ولكن المخابر اللي عند مشكورة الحقيقة وفروا لنا اياها وبأسعار أعتقد ما كتير يعني يعرفوا وضع البلد، مقبولة جدا يعني. مقبولة جدا ويراعوا المرضانين الحقيقة. فالوسائل الغير غازية اللي هي تحاليل الدم صراحة شكينا بنعمل تحليل بيعطيني عيار الأضداد اللي هالجرثومة موجودة، فبنعمل نحن أضداد معينة لهالجرثومة هاي بيعطيني هالجرثومة موجودة الحقيقة. 2 في شيء اسمه اختبار قياس اليوريا بالنفس، يوريا بريث تيست بنسميها. طبعا هذا كمان هذا اختبار سهل الحقيقة ولكن غير متوفر إلا في دمشق. وهذا أيضا هذا الاستقصاء يفيد في التشخيص والمتابعة. فإذا عندي 2 يفيدوا في التشخيص والمتابعة اللي هن اختبار قياس اليوريا في النفس في التنفس يعني. 2 كشف المستضد الجرثومة في البراز، أيضا هدول 2 يفيدوا في التشخيص والمتابعة. على عكس اللي أريد الحقيقة الثانية بقى هاي اللي أريد أوضحها. الحقيقة الأولى كانت مو كل شخص لازم نعالجه. الحقيقة الثانية إنه مو لما يكون أنت زلمة كشفته عند هذا وعطيته علاج بتعمله بعد فترة بعد الاستقصاءات الحمد لله نزلت شوي أو لسه ما نزل، أو يجي المريض يا دكتور أنا تحليل ساته كان 20 لسه 18 ما نزل. فإذا تحليل الدم يفيد في التشخيص ولكن لا يفيد في المتابعة. فأنا هون أريد أوضح لزملائي كمان لإلي ولزملائي وللمرضانين الكرام الأعزاء بأنه لا يحق لهم أن يروح يعمل تحليل من عنده، يعني بمعنى لا يجوز لهذا المريض أن يجري هذا التحليل من عقله أو من جراء نفسه إلا باستشارة طبيب، وطبيب يعرف بآلية الجرثومة ويعرف بخواص الجرثومة ويعرف كيف بده يطلب هالتحليل مرة تانية. لأنه في لنا كتير يعني وسائل وشغلات في عنا أولويات. أنا أعطيت دواء للمريض، فأنا لما بعد الدواء ما يصير بعد فرضا أسبوع أروح أقول للمريض أعمل تحليل. هذا خاطئ. في وقت معين للبي بي اي مضادات الحموضة، وفي وقت للصادات الحيوية اللي أنا أعطيتها إياها مشان ما أقع بنفس الغلط ولا أعالج. بعدين الكورسات مكلفة، كورسات العلاج الجرثومة هيليكوباكتر بايلوري. وطبعا في مجموعة دولية بالمناسبة، مجموعة تختص فقط تجتمع كل 2 أو كل 3 حسب ما تستطب يعني. بيدرسون عن كل ما كشفوا عن آلية هالجرثومة ليبينوا شو هي استطبابات العلاج وشو هي دواعي العلاج، إمتى نوقف العلاج، إمتى ما نعطيه، وشو الأنظمة التي تعطى للعلاج. لأنه كتير مهمة هاي الجرثومة، شغلة العالم يعني. عم يعمل أبحاث وبيعملوا يعني خلينا نقول في مجموعات معينة تتابع هالجرثومة هاي. أنه هيك أنت تشخص، هيك بتتابع، هيك بتعطي، هيك بتعالج، هيك ما بتعالج. فما يصير أي شخص يقوم ولا دكتور أنا شفت هالتحليل رحت أخذ دواء الجرثومة، أو بمعنى راح الدكتور فلاني أعطاني وقال الحمد لله نزل التحليل دكتور خلينا ناخذ كورس تاني. هذا الحكي ما هو صح أبدا على الإطلاق. وهذا اللي كان الحقيقة الثانية اللي حبيت أركز عليها، إنه في بعض التحاليل التي توحي بالتشخيص والمتابعة
وبعض التحاليل تفيد بالتشخيص ولكن لا تفيد في المتابعة. فإذا قلنا الوسائل الغازية والغير غازية. الغير غازية اللي ما نحتاج لها إجراءات مثل التنظير. هلا التشخيص طبعا كل وحدة في لها منها سلبياتها وإيجابياتها وحساسيتها ونوعيتها. حساسية ونوعية طبعا يعني مع دقة هل التحليل لا التشخيص ولا لا. تمام. الوسيلة اللي 100% حساسية نوعية حقيقة بدك تعمل تنظير معدة وتشوف الأذية بعينك، زائد أنه تأخذ خزعات من المناطق اللي ذكرناها اللي هي تفضلها الجرثومة أو تعمل لي الأذية المناسبة فيها. فهون لما باخذ الخزعات على الأقل في كل منطقة 4 إلى 6 يعني بالمجمل 6 إلى 8 خزعات باخذ الحقيقة. لا أشخص هون 100% الحساسية النوعية إذا في جرثومة. معنى الحساسية النوعية إذا أنا مريض عنده أخذت الخزعات من المناطق المصابة إذا في تعطيني يعني هذا التحليل أو هذا الاستقصاء حساس ونوعي. نوعي إنه لا يشاهد إلا في هالإجراء فيها الجرثومة بس أنا شفتها. والحساسية يعني بمعنى إذا أخذنا 100 شخص عنده تيعطيني في 100 شخص الإيجابيته. فهي الحساسية. حلو كتير. فالحساسية النوعية تصل إلى 100% في التنظير، ولكن ما يزال مثل باقي الاستقصاءات المزعجة شوي. بعض مراجعينا بعض المرضى الكرام يعني يتهربون من التنظير، ولكن الحقيقة مو لترويجا للتنظير، وإنما التنظير هو الوسيلة اللي خلانا نكشف كثير من الأمراض، سواء كانت قرحات المعدة التي كانت تنزف ولا سمح المريض يفارق الحياة، أو مرضى اللي يصير عندهم سرطانات معدة ولا يشخص. والحقيقة اللي هو مكتشف المنظار رقم 1 هو ياباني. الياباني اللي هو اكتشف يعني مشان يحمي بلده. اليابان عندهم نوع أنواع الرز كانت تؤدي إلى سرطان المعدة. فلاحظوا أنه عندهم كتير، فمن هون اكتشفوا وعملوا أبحاث، عملوا هالأجهزة هاي مشان يوقيوا هالبشر من خطر كبير، من سرطان قاتل، وخاصة سرطان المعدة أنت ما شخصته مبكر. الحقيقة المريض مع الأسف لا يستفيد حتى من العملية عمل الجراحي أو من العلاجات المساعدة اللي هي علاج الكيميائي أو الشعاعي. فالعلاج الأكيد يكون هو الوسيلة التشخيص الأكيدة هو التنظير. ولكن مثل ما قلنا حاليا هناك وسائل تشخيص الغير غازية الغير رادة اللي ما تؤذي المريض، واللي هي أيضا كشف المستضيف في البراز أيضا حساسية نوعية تقريبا تصل إلى 100%. رائع جدا الحقيقة، ومتوفر حاليا، متوفر في بلدنا. وإذا الأطباء قسم من أطبائنا سواء كانوا الهضميين أكيد يعرفوا، أطبائنا زملائنا الداخليين المحترمين أنه يمكن يعني يطلبوا هذا التحليل ليكشفوا الحقيقة ويتابعوا بعد علاجهم إذا أعطوا الكورسات العلاجية المناسبة. تماما. حابب أذكر مستمعينا ومتابعينا اللي عم يسمعونا، هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا من إذاعة بوير اف ام. طبعا بعد الإجابة على السؤال رح نروح على فاصل. دكتور، المضاعفات اللي عم تنجم على هالجرثومة ذكرتوا أكيد ضمن حديثكم جملة من المضاعفات اللي عم تنجم عن هذه الجرثومة، سواء كانت قرحات أو سرطانات في مراحل متقدمة. يا ترى في أمور تانية مثلا غير هالأمور هاي هي من المضاعفات اللي عم تنجم عن الجرثومة؟ الحقيقة لما هي تعمل القرحة بحد ذاتها لها مضاعفاتها اللي هي النزف أو انثقاب أو الاختراق، النفاذ، تنفذ يعني قرحة نافذة، أو انسداد مخرج المعدة. والحقيقة قليلا ما صرنا نشاهد هذه الاختلاطات. هي الاختلاطات اللي ناجمة عن بشكل غير مباشر عن الجرثومة اللي القرحة. أما الشغلتين الأساسيات اللي قلناها هي بصراحة التهاب معدة مزمن وتنشؤ المعدة. الحقيقة هدول أهم اختلاطين بنخاف من الجرثومة الحقيقة. للي عم يسمعنا هلا عم تسمعوا بوير اف ام، طبعا برنامج صحتك بالدنيا. للي عنده اي سؤال، دكتور خير الدين حسين هو اخصائي امراض جهاز الهضم والامراض الداخليه ضيف البرنامج. للي حدا عنده سؤال 429 101 رقمنا الارضي، او عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر فيكن عبر كومنت فيكن تبعتوا اي سؤال ورح نجاوب عليه بالدقائق الاخيره من الحلقه. فاصله صغير وبنرجع. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة.
أهلا وسهلا فيكم متابعينا مرة تانية ببرنامج صحتك بالدنيا من إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5، أيضا عبر بثنا المباشر بوير عربي من قامشلو. تحياتنا لكم وين ما كنتوا قريبين أو بعيدين. طبعا الدكتور خير الدين حسين اختصاصي بأمراض الجهاز الهضم والأمراض الداخلية موجود بالاستديو، طبعا بخدمتكم أو بخدمة أسئلتكم لكل مين حدا عنده سؤال فينهم يطرحوا سواء عبر الأرضي 429 101 مثل ما ذكرنا، أيضا الواتساب 093 82 80 81 4، وعبر البث المباشر فيكم أيضا عبر كومنت فيكم تكتبوا سؤالكم. دكتور أكيد من شوي كمان ذكرتوا موضوع بأي أمراض نحن إشارة الاستفهام بتشكل عنا سؤال، هذا أي مرض ما يا ترى هل هو معدي أم لا، مشان المستمع يستفيد كمان ونحن كمان نستفيد. يا ترى هذا المرض معدي أم غير معدي؟ سؤال كتير مهم الحقيقة. العدوى الأساسية هي المخازن تبعية الجرثومة موجودة، الماء والطعام الملوث. برقم واحد الماء الحقيقة. هلا العدوى تكون هون والشيء الثاني اللي هو اللي يكون بين الإنسان والإنسان طبعا. فهون كتير مهم كتير إنه نستعمل مثل كالعادة أدواتنا الشخصية لازم تكون شخصية. نعم. 2 كتير مهم بالنسبة للستات البيوت، خاصة الخضروات المسقية مع الأسف بمياه المجارير. نعم. فهي بدها تعقيم الحقيقة. تعقيم ثم تنظيف كتير. فرقم 1 هي النظافة، ويفضل يكون طبعا الستات البيت يكون الأظافر مقلمة. نعم. كتير، والماء والصابون لمدة 20 ثانية دائما يغسلون قبل البدء بطهو الطعام أو بصنع الطعام. نعم. وخاصة السلطات، لأنه الخضروات والخضار مغلية مثلا أيوة تمام. أيوة المسقية بمياه المجارير. تمام. فهو هون الوسيلة اللي بتنقل لي بيئة، يعني بيئة غير النظيفة هي تنقل ليها. فأهم شيء هي النظافة. أنت إذا كان عندك أنت حافظت على النظافة زائد الماء النظيف كافي إن شاء الله، زائد رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي الصحي، يعني الاهتمام بصحة الفم. بتنصح انه يا اخي هالجرثومة هي تنتقل، دير بالك لا تاخذ هالاكلات النيئة مثلا. الطعام اغلب المطاعم مع الاسف يكونوا ما هو نظيف للامان. يعني الماء ما يكون ماء حي الله، ماء تشرب مستنقع، او يعني ضروري انه يكون ماء عن طريق المياه الصحية، ماء صحي طبعا عن طريق الموجودة بمعالج طبعا بالكلور وبعض المعقمات والى اخره، لان احنا عم نشربها المياه الشرب تكون صالحة. هاي هي الحقيقة أنه أهم شيء رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأمان يعني. وأماكن الازدحام، الأماكن الحشد كتير بصراحة واحد يتجنبها. نعم. دكتور ضمن حديثكم ذكرتوا أنه هي معدية من إنسان لإنسان طبعا. معناتها هل الجرثومة هي ما موجودة بالكائنات التانية؟ فرضا إذا افترض يعني مثال ذلك الحيوان، لأنه في كتير تماما مو مثل مالطية، قصدك مالطية بينتقل، هو مرض حيواني بالأصل تماما، ولكن ينتقل إلى الإنسان. عبر اللحوم والحليب تمام. ولكن أندر من النادر ممكن، ولكن أندر من النادر ينتقل من الإنسان للإنسان. على عكس هي بتنتقل من الإنسان للإنسان. هي ليس مرض حيواني. لا ينتقل من حيوان للإنسان. مرض الجرثومة تعيش في المياه ووسطها، ووسائل النقل هي الماء والطعام الملوث، ومن إنسان لإنسان. أكيد. دكتور العلاج ولو الحقيقة العلاج كتير مهم. مثل ما قلت هناك استطوابات، يعني نعم. هناك دواعي. نعم. بعد كل هالنسبة اللي قلنا 90% من الناس حاملين هالجرثومة، برجع أكرر ليس كلهم بحاجة للعلاج. الطبيب الذي يكشف الجرثومة سوف يضع القاعدة ويضع القواعد الناظمة، يعني يسميها guidelines، القواعد الناظمة للعلاج. نعم. ما يصير من عندي أو من عند فلان لأنه خلص هالجرثومة خذ يا دكتور، مو أنت عم تقول سرطان، ليش ما أنا أعالج حالي؟ ما يصير هذا الحكي. في استطبابات، في دواعي. نعم. دواعي مطلقة، يعني بمعنى هالشخص عنده هالجرثومة قولا واحدا لازم تعالجها. وهناك 20 شخص عم شخصه ما يتوفر عندي الشروط اللي تطبق عليه، ما بعالج ليها تماما. فهي كانت الحقيقة ثانية مثل ما قلنا طريقة التشخيص. الحقيقة الثالثة اللي أحب أنظمة العلاج هي كتير الحقيقة نحن نسميها مضادات الحموضة PPI، زائد كتير من الصادات. وهناك أنظمة علاج كثيرة ونسبة الشفاء أو القضاء على الجرثومة
تصل إلى نسبة منيحة الحمد لله رب العالمين، توصل حتى فوق 93 94 95%. نتيجة رائعة جدا. فهون أنت قضيت على مشكلة حقيقية للأمان يعني. هي لكن صحيح هي علاجها مكلف، ولكن أنت عم تقضي على مشكلة حقيقية. فأيضا الأطباء الهضمية طبعا أكيد لهم خبرة بهالشيء هذا. أتوقع بعض الأطباء زملائنا الداخلية كمان المتابعين بيحسنوا يعالجوا، ولكن صعب على المريض هلا أشرح الكورسات، فهي ما في داعي الحقيقة. الحقيقة اللي بدي أوصلها إياها الثانية هي للأطباء أكثر ما هي للعالم أو حتى للمرضى يعني. الحقيقة إنه لما أنت اختيار الوقت المناسب لأنت تخلصت من الجرثومة ولا لا، مثل ما قلنا هالتحليل اللي ذكرناه إنه يفيد في توقيت له. الحقيقة يجب أن يوقف مضادات الحموضة لمدة أسبوعين، ويجب أن يكون على الأقل 4 ل 6 أسابيع من الانتهاء من الصادات. فأنت مريض أعطيته صادات بعد أسبوعين تعمل تحليل طلعت نتيجة خاطئة. على الأقل 4 ل 6 أسابيع من الصادات ومضادات الحموضة اللي هن الPPI مسميها مثبطات مضخة البروتون هي بعد أسبوعين على الأقل. تماما. دكتور، ضمن حديثكم أيضا ذكرتوا بعض المفاهيم الخاطئة. يا ترى المستمع عم يسأل حاله شو هي المفاهيم الخاطئة بالنسبة سواء كانت المريض عم يتبعها أو عم يسمعها أو الأطباء ربما يعني بتصير معهم. يا ترى شو هن؟ الحقيقة الأولى اللي قلتها هي إنه مو كل شخص عنده الجرثومة يصير عنده هوس أو يمرض أو ينتقل من طبيب لطبيب. يا دكتور أنا رحت هذاك طبيب قال لي عندك جرثومة عالجني، رحت عند تاني قال ما في داعي تعالج. فهي واحد يجب أن يكون باستطباب مشان ما نقع بمشكلة أخرى. تماما أستاذ عماد. اللي هي مشكلة مقاومة الجرثومة للصادات. يعني نحن بعد 4 ل 5 سنوات هالجراثيم ستصير تصبح مقاومة بسبب حدوث ذراري معندة. هالعلاجات هاي يغير الحمض النووي تبعه ممكن يعمل. وحتى الآن الكلايثرومايسين هو أحد الصادات تصل نسبة المقاومة لحتى فوق 13%. فكتير الحقيقة. زائد إنه واحد الحقيقة الأولى مو كل شخص لديه جرثومة. ما أتمنى يتوسوس وأنا يا دكتور رح يصير عندي وأنا جرثومة. 1 2 بتمنى إنه لما إنه ياخذ دواء يروح من عنده. الحقيقة الثانية إنه في عنا وسائل تشخيص متابعة، وفي التشخيص والمتابعة وفي من بس المتابعة. ما بتمنى كل شخص من عنده يروح يعمل تحليل مرة تانية ولا أنا تحسنت وما تحسنت وما استفدت هالدواء. الحقيقة الثالثة توقيت إعادة فحص الجرثومة هل أنت تخلصت منها أو لا. الحقيقة الرابعة اللي هي الوقاية. دائما وأبدا في لقاءاتي أذكر درهم وقاية خير من قنطار علاج. الوقاية أهم من كل يعني يعادل يعني حتى مريض القرحة أقول له يا أخي لا تدخن، لا تأخذ مضادات غير ستيرويدية وهكذا. فدائما وأبدا الوقاية مهمة كتير كتير كتير. أنا بتمنى إنه كلياتنا يدا بيد طبعا إنه نستعمل الماء النظيف، نستعمل خضروات نظيفة، ما ناكل الأكلات الجاهزة اللي ممكن تنقل هاي سواء كانت الأكلات البحرية أو الأكلات اللي ممكن تنقل إياها بصراحة. والخضروات التي تسقى بمياه المجارير يجب أن تغسل، وربة المنزل أو صانعة الطعام اللي بتصنع الطعام بتمنى تحافظ على النظافة الشخصية كتير كتير اللي هن خاصة تقليم الأظافر، وأنه غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون لحتى تصير جاهزة لصنع الطعام. وإن شاء الله تعالى برفع المستوى الاجتماعي والصحي والتوعية وسائل التوعية اللي عم نقولها والعناية بصحة الفم وإلى آخره. فهدول اللي بيخلونا أنه خاصة هي من الأمراض اللي ممكن تشفى. تمام. يعني إمتى لازم يعني في بعض الأمراض الحقيقة ما نقدر نشفيها. أنا عندي مثلا مرض التهاب كولون تقرحي، أنا لما أشخص مريضي بمنظار الكولون بيضل عندي مدى الحياة يأخذ دواء، بينما هالجرثومة أنا ممكن أتخلص منها. فلذلك بالأمراض اللي ممكن نعالجها الحقيقة ببعض النصائح والتوعية وزائد العلاج المناسب نتخلص من آفات المستوطنة. أكيد. فهي من الآفات المستوطنة مثل الحمى التيفية، مثل الحمى المالطية، مثل التدرن اللي هو السل. اللي هي آفات المستوطنة في بلدنا الحقيقة. صح. طبعا معلومات قيمة كتير. بنتشكرك دكتور. لنشوف الوقت المتبقي رح نجاوب على بعض الأسئلة. طبعا بافي أمينة من الصيبين عم يسلم عليكم. شكرا لك أخي بافي أمينة. طبعا جيهان خليل هي عم تذكر أنه هي كانت مريضتكم طبعا تعالجت عندكم، ولكن أنه طلعت عندها حالة نفسية كمان. هاي بصراحة كان أحد الأسئلة، ولكن ربما هلأ رح نجاوب عليها أكيد.
دكتور، الحالات النفسية أو الحالة النفسية لها دور بالقرحة الهضمية؟ هلا نحن نسميها قرحات الشدة الحقيقة، ولكن مو هي الشدة اللي عم نذكرها. قرحات الشدة مريض لا سمح الله أصيب بحرق، مريض صار عنده جلطة دماغية، مريض صار عنده نزف دماغي، هدول قرحات شدة. ولكن لا يخلو الأمر أنه الشدة النفسية بترفع لي بعض الهرمونات الشدة اللي منها هي الكورتيكوستيرويدات، نسميها الستيرويدات. هي بصراحة عامل ثانوي، يجب أن يكون إلا سبب آخر لحتى يتعاضدوا ويتكاتفوا أكثر من سبب هون لحتى يعملوا للقرحة الحقيقة. تماما. لحاله الستيرويدات والشدة النفسية لا غير مذكور انه لحالها ممكن تعمل لي مثل الجرثومه. الجرثومه لحالها تعمل قرحه بالضبط، تمام. الديكلون لحاله مساوي قرحه، بمعنى بين قوسين مضاداتها غير ستيرويديه. اما لم يذكر انه الشده، ولكن عامل مساعد، عده عوامل تشترك ممكن تعمل لي القرحه. أكيد. كمان جيهان عم تسأل بخصوص تعقيم المواد، أو عم تسأل إنه بالملح والخل بيكفي إنه تعقيم؟ أعتقد الملح، المي والملح ينقع في الماء المالح إن شاء الله كافي تماما. بنهاية اللقاء بنشكر الدكتور خير الدين حسين، أخصائي بأمراض جهاز الهضم والأمراض الداخلية، على معلومات القيمة، وأخذت أو قسط من وقتك لخدمة المواطنين والمستمعين. متشكرك دكتور. يا أهلا وسهلا، كل الشكر لبويار ولكل كادر بويار، وشكرا مرة ثانية للمستمعين الأعزاء. ونتمنى إن شاء الله سواء في هذا اللقاء أو اللقاءات الأخرى أن نسعى جاهدين أنه نقدم المعلومات المفيدة لخدمة المجتمع الذي نعيش فيه، خدمة بلدنا، أولاد محافظتنا وأبنائنا. بتشكركم لحسن متابعتكم متابعينا ومستمعينا. بتشكر زملائي ريناس محمد وهيلوز علي. ضلوا بخير وسلامة بحلقة جديدة بخاطركم. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو طريق الحسكة.